اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. يا صباح الهنا على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بقى عملنا معاكم الزيتون قبل كده، وهنعمل النهاردة الليمون المعصفر بطريقتنا احنا مش بطريقة حد تاني. بس أهم حاجة تحطوا اللايك وتوحدوا الله كده وتصلوا على الرسول عشان نبدأ في الفيديو بتاعنا وكلنا نستفاد من بعض. كل سنة وانتم طيبين. طبعا موسم الليمون والزيتون والحاجات الحلوة ديت عشان رمضان، والحاجة رخيصة دلوقتي، الليمون رخيص والزيتون رخيص. بس الزيتون ما كانش رخيص قوي يعني، بس الليمون رخيص. النهاردة الكيلو ونص ب10. لقيت الكيلو ونص ب10 كده زخ في عينيا، قلت لازم نعمل الليمون النهاردة. قلت اعمله بقى مع حبايبي ونخش على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الهنا، يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا حبايب قلبي جايه لكم بطريقه حلوه قوي لليمون. تعملوه بقى يغيب معاكي من السنه للسنه، ويبقى حلو ومتماسك ومش ماهري منك ولا اي حاجه، ويكون حلو قوي. النهارده بقى طلعت السوق كده اجيب طلبات، فلقيت الراجل فارش بالليمون الجميل ده، بصراحة زغ في عيني. فبسأله كده بقول له الليمون بكام؟ قال لي الليمون الكيلو ونص ب10. فرحت أوي وقلت حلو. احنا عندنا صح عربيات كتير بتبيع الليمون الكيلو ونص ب10، بس مش حلو زي ده. هو ده بقى برضه ما خلانيش انقي ولا حاجه. بس الليمونه عجبتني، الليمونه قشرتها من الناعمه الحلوه دي. اما تيجي تشتري الليمون ما تشتريش يا ام قشره خشنه مجلده دي، لا القشره الناعمه دي. مسكته بقى تحت الحنفيه، غسلته غسله حلوه كده، وجبت كيلو من الشطه الحمراء على الخضراء على الصفرة ديت، بتبقى حلوه قوي في الليمون، انا بحبها في الليمون. بعد ما غسلته غسله حلوه، شايفين الليمون منور ازاي؟ بصراحه الليمون حلو قوي. تمسكي بقى الليمونة تشققيها كده ايه لغاية نصها كده، يعني 4 شقات كده، يعني شقتين كده بيدوا إيه 4 يعني زي ما انتوا شايفين كده. بيديكي بقى، بس اهم حاجة ما توصليش للاخر، يعني نص الليمونة بس يا دوب. هنا طبعا انا مش بشقق لوحدي، يعني البنات قعدوا يشققوا معايا في جنب على بعض، لان 5 كيلو ليمون مش هقدر. يعني لما شققهم كده الفيديو هيطول عليكم جامد، مش عايزه اطول الفيديو عليكم عشان ما تزهقوش مني. وتحطوا لي اللايك بقى وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوا قناتي. شرفيني بكومنت حلو كده واللايكات بتاعتك الجميله، وربنا يسعد قلوبكم يا رب. واشكركم جدا على كومنتاتكم الحلوه، واشكر كل اللي دخل لي جديد واللي دخل لي قديم واللي معايا من زمان. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. حبايب قلبي خلونا كده مع بعض دايما. يعني بصوا، كلنا ندعم بعض، مش عايزين دعم من اي حد تاني. احنا عيلة مع بعضنا. ربنا يا رب يكرمكم ويكرمنا جميعا. طبعا شقات الليمون وخلصته كده. انا مش هغلي الليمون يا جماعه كام غلوه كده، لا انا هغليه غلوتين 2 بس. يعني بصوا، انا الميه يا دوبك تغلي اسيبه يغلي فيها غلوتين 2، عشان طبعا لسه يستنى لشهر رمضان، ولسه كمان بعد رمضان ممكن تكليب. يعني بصوا، سنه بحالها تاكل الليمون ده تلاقيه معاكي حلو قوي. دي طريقه بتاعتنا يا حبايب قلبي، مش طريقه حد تاني. ماشي يا حبايبي. انا في ناس بتعمله ني خالص، بتعصفره ني خالص، لكن انا بحب ان انا اديله غلوه كده على النار. من ناحيه بتطري معاكي الجلد الليمونه، وبيخليها يعني وانت بتقطميها كده بتبقى سهله معاكي وحلو. وهنا بقى المكون بقى الرئيسي، كوبايه من الملح كده على عليه وهو بيتسلق. مش هسلقه يا جماعه، انا هغليه غلوتين 2 بس. بصوا هو غلى غلوه اهي، وهغلي كمان غلوه وهسيبه يبرد بقى وهشتغل فيه. حتى هتلاحظوا ان الليمونه لسه كانها ما اتحطتش على النار. هنا بقى معانا عصفر، ومعانا حبه البركه، ومعانا هريسه الشطه كده زي ما انتوا شايفين، ومعانا هنا كوبايه كبيره من الملح. ماشي يا حبايب قلبي. ما نزودش الملح جامد عشان ما يبقاش حادق معانا، على ان احنا لسه هنحط على الميه. ده ليمون بيتحط له ميه يا جماعه، محلول ميه يعني، هتشوفوا دلوقتي. فالمهم قعدت احشي في الليمون كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بحشي لوحدي مش بحشي مع حد، لان بسرعه يعني هو بيتحشي بسرعه. ماشي يا حبايبي. المهم بقى قعدت احشي كده زي ما انتوا شايفين. لو وصلت بقى للفيديو لغايه دلوقتي، بالله عليكي بالله عليكي تحطي لي اللايك فضلا وليس امر. حبايب قلبي ربنا يخليكم ويديمكم نعمه في حياتي يا رب.
هنا بقى ان انا قاعده بحشي فيه كده، وعم زين بقى ابني قاعد ايه حواليا، يجري شمال ويجري يمين، وعايزه ابص على الكاميرا يا تيتا اشوفهم. بصوا بصوا، ويطلع لسانه وبيعكس فيا، يعني بيعكس فيا. والله تاني يوم تعب، تاني يوم تعب يا جماعه. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. ربنا يخليهم لك يا ابني يا رب، ويبارك لك فيهم يا رب، ويبارك له في ولادي يا رب كلهم يا رب. فالمهم قعدت اعمل احشي في الليمون كده. لما خلصت الليمون حشو بقى زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بعد كده شوفوا جده قاعد بيجري وراه وهو بيلعب في السكينة وينتش في السكينة. يلا يا زين، انا بحبك يا زين، ما عامل ايه بقى، بحبك. هنا بقى خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى البرطمانات بتاعتنا اللي احنا غاسلينها ومعقمينها بمية سخنة يا جماعة، وحلوة خالص ما بيجراش اي حاجة. اهي ادي البرطمانات بتاعتنا. هحط بقى نص البرطمان كده من الليمون، وبعد كده بقى هنزل ايه، اخرم بقى الشطه اللي معانا. عايزه تحطيها من غير خرمه، بس هي لما الشطه بتتخرم بتشرب من ميه الليمون، بيبقى لها طعم حلو قوي، بتبقى طعمها حلو. انا بقى من عشاق الشطه اللي في الليمون، بحب طعم الليمون في الشطه قوي انا وبنتي، بجد والله بحبها قوي. الشطه دي بقى بارده وحراقه، بس مش حراقه مولعه، يعني حلوه. حرقيتها حلوه كده. المهم ان انا جبت كيلو، وقلت احط في كل برطمان كده ايه نص كيلو من الليمون، من الشطه. وجبت البرطمان التاني كده برضو، وهنزل بنص الليمون كده زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزه املى البرطمانات جامد علشان لسه هحط ميه، ولسه هحط شويه من الزيت على وش الليمون. طبعا يا حبايب قلبي انتوا لو عايزين تعملوه ني، بتعملوه بدري عن كده، بيتعمل بدري عن كده طبعا، وما بيتحطلهوش ميه، بيتحط له عصير ليمون. المعصفر التاني بيتحط له عصير ليمون. يعني بتجيبي مثلا ايه 3 كيلو ليمون، بتعصري عليهم كيلو ونص او 2 كيلو من الليمون، وبعد كده تحطي القشر على الوش وتحطي عليه زيت وتكمريه وتسيبيه بقى. لكن دي طريقتنا احنا، بنسلقه نص سليق، مش نص سليق ولا حاجه، يعني غلوتين كده بس. هنا بقى جبت الميه كده، وجبت ايه كوبايه كبيره من الملح. طبعا انا هدوق الحدق بتاعه، هشوفه انا عايزاه عالي شويه في الحدق، يعني عايزه الميه حادقه شويه. فدقتها لقيتها مظبوطه تمام. حطيت عليها شويه بس من الهرسه الشطه كده، ونزلت بقى على الليمون بتاعنا. شايفين المنظر بتاع الليمون بصراحه تحفه. احنا عندنا كمان الاضاءه مش حلوه، لكن لما بتطلعي في النور بتلاقي شكله حلو قوي، وكمان طعمه جميل. وحبة البركة ديت انا بحبها في المعجنات وفي المخللات وفي كل حاجة، لان هي برضو بتدي للحاجة، هي اسمها حبة البركة وهي فيها بركة برضو، بتدي للحاجة بركة. طبعا انا هاخد بقى على المطبخ جوه واعمله تاني، واحط بقى كل برطمان كده معلقتين بس من الزيت، مش كتير زي الليمون زي الزيتون. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.